شهاب وايضا عبد الله سعيد يمتلكان القوه التسديديه. ركله جزاء، بيان من حكم اللقاء، ركله جزاء في مصلحه النادي الاهلي، معها الانذار على طول لاسلام صيام. اذا فرصه التهديف اهلاويه من خلال ركله الجزاء. يبقى الدقيقه 19 قد تعلن عن شيء جديد للاهلاويه. ركله الجزاء، لاعب الاهلي استلم بدوران بشكل كويس، راؤول قدر اسلام صيام في الاول يحطه في ظهره في وشه كويس، لكن بظهر احمد رؤوف لف واخد اسلام صيام واخد ركله ذكاء. ركله ذكاء اهلاويه. الاهلي كان له ركله جزاء في الانتاج الحربي على ملعب الانتاج الحربي بالسلام، عبد الله سعيد احرزها، والاهلي كان عليه ركله جزاء شهيره عليها جدل على ارض المقاولين العرب، احرزها محمد عادل في مرمى الاهلي. غزل المحله دي ركله الجزاء الثانيه عليه، اتسددت واحده من المقاولين العرب محمد فاروق في المرمى، واتسددت واحده من علاء كمال في الاتحاد السكندري ايضا في المرمى في الاسبوع الماضي. عبد الله سعيد عصفور الكناريا الاسماعيلاوي الذي له 3 أهداف هذا الموسم يبحث عن هدف من جديد، احرز في الانتاج الحربي من ركله جزاء وهدفين لسموحه ايضا من كرات متحركه. المهدي سليمان وعبد الله سعيد. عبد الله على موعد مع التهديف. عبد الله سعيد سدد، عبد الله سعيد جول. هدف اول عبد الله سعيد، هو العازف الاول في هذا اللقاء، ياتي بالضوء الاخضر لاسعاد مناصري الاهلاويه خارج حدود الملعب. اذا يفتتح طريق الاهداف رقم 1، يدخل دائره الضوء عبر بريق الاهداف، فاصبح عبد الله سعيد نجم ساطع في سماء الملعب يغار منه القمر. عبد الله سعيد اصبح هو صانع البهجة.